أنا إيه اللي يخليني أتجوز واحدة وآخد عيالها أربيهم؟ تعال أقولك ليه. باختصار لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز من السيدة أم سلمة. طيب مين هي أم سلمة؟ هي هند بنت أبي أمية. كان أبوها معروف بالكرم وتلقب بزاد الراكب. ليه؟ لأنه كان لو سافر معاه حد كان بيمنع المرافقين معاه إنهم ياكلوا من الأكل اللي هم جايبينه، وكان هو بيتكفل بإطعامهم كلهم. أم سلمة كانت بتحب جوزها جدا اللي هو أبو سلمة، وكان أبو سلمة من قبيلة اسمها بني أسد، وكانت من أوائل الناس اللي أسلمت وهجرت مع جوزها للحبشة للمرة الأولى لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالهجرة للحبشة وقال لهم إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد اللي هو النجاشي. وبعد كده رجعت لمكة تاني، وفي الهجرة التانية للمدينة حضرت نفسها وخدت ابنها سلمة علشان تهاجر مع جوزها للمدينة. لكن أهلها رفضوا خروجها مع جوزها وقالوا له أنت عايز تروح أنت براحتك، لكن ليه هتاخدها معاك تبهدلها في السفر والصحراء والشمس وتوديها لبلد تانية؟ ورفضوا إن هي تخرج من مكة وخدوا بنتهم، وكان معاها في الوقت ده ابنها سلمة. فلما قبيلة بني أسد اللي هم أهل جوزها أبو سلمة شافوا إنهم خدوا بنتهم فخدوا منها ابنها سلمة وقالوا لهم إن ده ابننا وإحنا مش هنسيبه. ويقال إنهم اتخانقوا هما الاتنين وكانوا بيشدوا الولد لغاية ما خلعوا كتفه. فصرخت أم سلمة وقالت لقومها سيبوه، فخدوه بني أسد وتفرقت الأسرة، هي ببيت أهلها والولد في بيت أهل أبوه، وجوزها راح للمدينة. وفضلت على الحال ده لمدة سنة، كل يوم تخرج للمكان اللي حصل فيه كده اللي هو اسمه الأبطح وتعيط وتفتكر اللي حصل وتفتكر جوزها وتفتكر ابنها. فشافها راجل من قومها زعل عليها وعلى حالها، فراح لأهلها وقال لهم انتم مستفيدين ايه من حبس المسكينة دي؟ ما تسيبوها تروح لجوزها وتسافر لجوزها. فسمحوا ليها فعلا انها تسافر لجوزها. فلما قبيلة بني أسد عرفت بكده ادولها كمان ابنها، وخرجت علشان تهاجر للمدينة ومعاها ابنها لوحدهم. سافرت من مكة للمدينة لوحدها هي وابنها، وفي الطريق شافها عثمان بن أبي طلحة وسألها رايحة فين؟ قالت له لجوزي في المدينة. قال لها لوحدك؟ قالت له مش معايا غير ربنا. فساعدها ان هي توصل للمدينة. وقالت أم سلمة والله ما رأيت رجل من العرب أكرم من عثمان بن أبي طلحة. وتجمع شملهم تاني هي وجوزها وابنها، وكانوا على أفضل حال، وخلفت 3 أولاد تاني حتى أصيب جوزها في معركة أحد بجرح عميق وتوفى بعدها. فبتقول أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لأي حد بيحصل له مصيبة أو يفقد حد من أهله إن هو يدعي ربنا ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خير منها. فلما مات أبو سلمة كانت بتدعي الدعاء ده، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خير منها. وبعدين تقول للحضور اللي قاعدين ومن خير من أبي سلمة، يعني مفيش خير أكتر منه، مفيش حد أحسن منه، لأنها كانت بتحبه جدا. بعد كده خطبها أبو بكر ورفضت، وخطبها سيدنا عمر ورفضت، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له أنا غيورة جدا وعندي كمان أولاد وسن كبير. فرد النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فأما الغيرة فأسأل الله عز وجل أن يذهبها من قلبك، يعني دعا ربنا أنه يبعد عن قلبها الغيرة. والأولاد سيتولاهم الله سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي بيرزق الجميع. وأما السن فأنا أكبر منك سنا. وتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سيدة قوية جدا وجميلة جدا، عندها رأي سليم وعاقل، والنبي كان بياخد رأيها. خلوني أحكي لكم على موقف صلح الحديبية وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم خد برأي السيدة أم سلمة في الموقف ده. قبل صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم راح علشان يؤدي العمرة، وكانت معاه زوجته السيدة أم سلمة. فقريش منعتهم من أداء العمرة في الوقت ده، فحصل الصلح اللي هو صلح الحديبية، وإني خلاص مفيش عمرة السنة دي والعمرة هتكون السنة اللي بعدها، والمفروض إنهم يحلقوا رؤوسهم وينحروا ويرجعوا من غير ما يعملوا العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة وقال لهم احلقوا وانحروا ومفيش عمرة السنة دي. وكان أصحابه أول ما يقول الأمر يقوموا بسرعة ينفذوه، بس محدش نفذ في الموقف ده. ليه؟ لأنهم كانوا بيتمنوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يغير رأيه ويدخلوا يعملوا العمرة حتى لو بالقوة، متضايقين إن قريش منعتهم من أداء العمرة. فأمرهم النبي مرة كمان، وبرضو كلهم باصين للنبي ومستنيين إن هو يغير رأيه ومش راضيين ينفذوا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة غضبان جدا وحكى لها على اللي حصل. فقالت له اخرج انت وما تكلمش اي حد فيهم، وخلي الحالق بتاعك يحلق رأسك قدامهم وانحر انت.
أم سلمة كانت مدركة إن الصحابة ما تأخروش عن تنفيذ أوامر النبي علشان هم بيخالفوا أوامر النبي، لا ده هم كانوا زعلانين إن هم مش هيأدوا العمرة بعد ما جهزوا كل حاجة وخلاص كانوا هيعملوا العمرة، وبيتمنوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يغير رأيه تاني. لكن النبي لما يحلق وينحر خلاص هيعرفوا إن الأمر ده تم وانتهى. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم خد برأي أم سلمة وعمل بيه. ولما الصحابة شافوا النبي قاموا كلهم يحلقوا لبعض وينحروا. النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز السيدة أم سلمة وهي معاها 4 أولاد. دلوقتي بقى لما واحد بيقرر يتجوز واحدة معاها أولاد، سواء كانت أرملة أو مطلقة، الدنيا كلها بتقف قدامه ويقولوا له أنت إزاي هتربي عيال غيرك، ما ينفعش تربي عيال غيرك. أو هو مثلا يقول لها شوفي حتة تحطي عيالك فيها عند مامتك بقى أو عند أي حد تاني، أنا ماليش دعوة، مش هربي عيال غيري. ويخيرها بينه وبين أولادها، ما يعرفش إن الرزق ده بتاع ربنا، وإنه ما ينفعش أصلا يخيرها بينه وبين أولادها، لأن مفيش أم هتتخلى عن أولادها.